في سؤال كده يعني بيلف في دماغي بقالي فترة، خصوصا واحنا عايشين في عالم كله إشعارات وزحمة. امتى آخر مرة بصينا بجد على حاجة؟ مش لمحة سريعة واحنا ماشيين، لا بصينا بتركيز. غالبا بنعدي من نفس الشارع كل يوم، بنشتغل على نفس المكتب، وبنحس إننا مش بنشوف أي حاجة جديدة خالص، كأننا في تيار آلي. وعشان كده المصادر بتاعت النهاردة شدتني قوي. هنتكلم عن ملخص كتاب فن الملاحظة للمؤلف روب ووكر. الكتاب ده مش مجرد كلام فلسفي، لا، ده عبارة عن كتالوج فيه 131 طريقة وتمرين عملي عشان يعني نرجع نشغل عضلة الملاحظة دي تاني. يا ترى إيه آخر مرة الواحد مننا بص بجد على حاجة عادية جدا حواليه وفجأة اكتشف فيها شيء مدهش؟ النهاردة هنغوص في كتاب فن الملاحظة لروب ووكر، اللي يعتبر دليل حقيقي لإعادة اكتشاف العالم المثير اللي كلنا عايشين فيه كل يوم، بس للأسف مش بنشوفه. الشارع اللي بنعدي منه كل يوم، المكتب اللي بنشتغل فيه، الأماكن دي كلها مليانة قصص وتفاصيل صغيرة قوي. بس المشكلة إنه في زحمة الحياة عينينا بتمر على كل ده مرور الكرام، كأننا بنشوف بس مش بنلاحظ. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، يا ترى حجم العالم اللي بيفوتنا ده قد إيه لما بنكون مش مركزين انتباهنا في جد؟ وده بياخدنا لصلب المشكلة اللي بنواجهها في عالمنا الحديث، عصر التشتيت. الفكرة إننا عايشين في عصر الانتباه بتاعنا اتحول فيه لسلعة. كل حاجة حوالينا حرفياً بتتسابق عشان تخطف ولو جزء صغير منه، من أول إشعارات الموبايل اللي ما بتخلصش لحد الإعلانات اللي في كل حتة. كل سيل المعلومات ده بيتحول مع الوقت لحاجة كده شبه الضوضاء البيضاء، دوشة مستمرة في الخلفية بتخلينا نفقد أي اتصال باللحظة الحالية اللي احنا عايشينها. والنتيجة الطبيعية لكل ده إننا بنبتدي نفقد مهارة بسيطة وأساسية جدا، مهارة الملاحظة. يعني بنبص بعينينا لكن مش بنشوف بجد. وفي وسط الضباب ده كله بيقدم لنا روب ووكر حل بسيط لكن في نفس الوقت قوي جدا، فن الملاحظة البسيط. الفكرة الأساسية بسيطة بشكل مدهش، إن الواحد يمارس الاختيار الواعي للحاجة اللي هيركز عليها. دي مش مجرد نظرة عابرة، لا، دي دعوة مقصودة وممتعة إننا نرجع نتفاعل مع العالم اللي حوالينا من أول وجديد. بس الموضوع أعمق من مجرد النظر. الفكرة كلها مستوحاة من مفهوم اسمه صورة البحث الذهنية. يعني كأن الواحد بيدي لعقله مهمة محددة فبيخليه يبحث بنشاط عن شيء معين، بدل ما يكون مجرد مستقبل سلبي للصور اللي حواليه. طيب إزاي بقى نطبق الكلام ده بشكل عملي؟ خلينا نشوف إزاي ممكن نبدأ فعلا نمارس فن الملاحظة ده. روب ووكر نفسه حكى عن تجربة عبقرية عملها، كان في سان فرانسيسكو، وقرر في يوم هو بيتمشى إنه هيركز بس على حاجة واحدة، هيدور بعينه على كل كاميرات المراقبة اللي هيشوفها. وفجأة المشوار العادي والممل اتحول لمغامرة استكشافية، وكل كاميرا كان بيلاقيها كانت بتخليه يلاحظ تفاصيل تانية حواليها عمره ما خد باله منها قبل كده. ومن هنا في 3 تمارين أي حد ممكن يبدأ بيها فوراً. أولاً ممكن نعمل لعبة بحث عن حاجة معينة، زي إننا ندور على كل العربيات اللي لونها أزرق مثلاً، أو نعمل جولة لونية، يعني نختار لون واحد ونفضل مركزين عليه بس. أو الأبسط من ده كله إننا نختار أي حاجة قدامنا ونبص لها ببطء وبتركيز شديد. يعني مثلاً لو بصينا للصورة دي وقررنا نعمل جولة لونية عن اللون الأحمر، فجأة هنبدأ نشوف تفاصيل ما كانتش باينة خالص في الأول، من أول البالونة اللي طايرة فوق لحد حتت صغيرة في المباني أو العربيات. العالم بيبدأ يتكشف. والمفارقة بقى إن نفس الجهاز اللي بيشتتنا، الموبايل، ممكن يكون هو نفسه أداة قوية للملاحظة. الكتاب بيقترح طريقة مختلفة خالص لاستخدام الكاميرا اللي في إيدينا كلنا. بدل ما الواحد يصور الحاجة صورة سريعة ويقلب، إيه اللي يحصل لو حاول يرسمها؟ مش مطلوب نكون فنانين خالص، المهم هو فعل الرسم نفسه. وهنا بقى بيظهر الفرق الجوهري. التصوير الفوتوغرافي بيلقط لحظة، لكن الرسم بيجبرنا نعيش جوه اللحظة دي. عشان نرسم حاجة لازم نفككها بعينينا، نشوف الانحناءات بتاعتها، الظل والنور، علاقتها بكل حاجة حواليها. ده بيخلق اتصال حقيقي وعميق مع الشيء ده. طيب كل المجهود ده ليه؟ إيه الفايدة اللي هتعود علينا من التمارين البسيطة دي في الآخر؟ الحقيقة إن الفوائد أعمق بكتير مما نتخيل. لما بنبدأ نلاحظ، إحنا مش بس بنشوف تفاصيل أكتر، إحنا بنشعل شرارة الإبداع جوانا، بنلاقي إلهام جديد في أماكن كانت قدامنا طول الوقت وما كناش شايفينها، بنرجع نتصل بالحاجات اللي بتهمنا بجد، وده طبيعي بيعمق تفكيرنا وبيخلينا نكتشف بهجة حقيقية في تفاصيل الحياة العادية. وهي دي الخلاصة كلها. الهدف هو إننا نكتشف إن الجمال والدهشة مش موجودين بس في الحاجات الكبيرة المبهرة، لأ، هم مستخبين في كل تفصيلة عادية حوالينا ومستنيين بس إننا نلاحظهم.
وبكده السؤال اللي بيسيبه لنا التحليل ده مش مجرد سؤال، لكنه دعوة إننا نبدأ من النهاردة، من اللحظة دي، نختار حاجة واحدة بس ونقرر إننا نلاحظها بجد. يا ترى الحاجة دي هتكون إيه؟